مرحبا معكم هنا قصة عطر. مثل ما وعدتكم راح أحكي لكم عن مسجايدد عطر مسجايدد اليوم. اختاريت فقط 3 من عندهم، ما راح أحكي على أكثر. أنا طبعا حاكي قبل عن بيب دريمز، بس راح أقول إنه أعيده مرة ثانية ويا هاي العطور ال3، وبعدين أحكيكم عن عطور ال3 البقية على مود الوقت. طبعا عطور مسجايدد أكثرها هي العطور يسموها الشبرد. الشبرد هو تسمية كان يطلقها الفرنسيين عام 1917 على جزيرة قبرص. ليش؟ لأنه كانوا ياخذون من عندها طحلب بالبلوط ويستخلصون من عنده أنواع العطور. أوكي؟ زين، هسه راح نحكي لكم عن أول عطر، هي بيب دريمز. أنا حاكي عنه قبل بس راح أحكي عنه مرة ثانية. طبعا هو 100 مل. واو، هذا العطر بيب دريمز قلت لكم وأكرر ما يشبه أي عطر آخر، مستحيل. يعني هذا بيب دريمز مالته بداية العطر، مقدمة العطر، قلب العطر، قاعدة العطر، كلش يختلف. يعني ما أعرف شنو هذا الاختلاف، بس أنتوا تحسون يعني إنه العطر جاي على فاكهي بس حلو، بس تروح الحلا مالته، يعني أبدا ما يستقر على عطر معين. طبعا هو زهور بارغموت، هي نوتات العطرية: فلفل وردي، يحتوي على ورد أحمر، يحتوي على ورد أيرلندي، يحتوي على ورد البنفسج، الباتشولي والعنبر والفانيلا. جدا قليل من العطور إنه أني أقرأ بيها موجود ورد أحمر وورد أيرلندي من إيرلندا، جدا قليل، يمكن نادر. أول مرة يمكن يجوز يعني اكتبوا لي بالتعليقات إذا أنا قايلة قبل إنه أكو عطر قبل يحتوي على ورد أيرلندي. ايش طيبة ريحته، ما شلون أوصف لكم إياه، يعني فعلا واحد مرات يفقد التعبير عن الوصف. عطور هذه المسجايدد ما أعرف كليتها سعرها نقص تقريبا للنص، وصارت إنه في متناول الجميع. مو بس في متناول الجميع، هي عطرها كلش قوي. يعني إذا واحد يحب ثباتية وفوحان وسعر حلو وعطر أحلى بعد، ياخذ عطور مسجايدد. أوكي، إداء راقي جدا. هو راح يثبت على زهور ويثبت على فانيلا وعنبر، بس شنو بطريقة تختلف. يعني كقاعدة باتشولي وعنبر وفانيلا موجود من هاي القاعدة، بس يعني ثباتية كلش. يمكن الورد الايلندي هو اللي منطي هذا الاختلاف، لأنه أني أبدا هذا العطر ما شامه مثله نهائيا. حتى لما سويت سيرش عنه إنه يشبه أي عطر، العطور اللي يشبهها ما موجودة عندي، فحاولت إنه ألاقي فد حلقة وصل بيناتهم، ما قدرت ألاقي. بيب دريمز اللي يريد عطر يختلف تماما عن بقية العطور، فشي نادر ياخذ بيب دريمز. هي هذا العطر اسمه بيب دريمز، هياته بيب دريمز. اوكي، هيات العطر. زين، هسه راح احكي عن العطر اللي وراه. نحكي على تشيل بيب. هاي اخلي اني بالنص حتى تعرفون انه اني دا احكي عن تشيل بيب. تشيل بيب هيك صاير. طبعا يمكن صار له قرن عندي وابد ما حاكي عنه. اليوم اني برج الجوزاء دائما فد برج غريب، يعني كل يوم حالة او كل ساعة حالة. يعني كنت ناوية انه اسوي هيك شي فقط الى يعني مسجايدد احكي عن هذه العطور، بس وراها قلت لا، اليوم اليوم لا. كنت بصراحة اكو فد شي عندهم اسمه عود بيب او يو دي بيب. هذا نهائيا ما لقيته باستراليا، افترت كل الاسواق كل المناطق، دورت على الانترنت نهائيا ما لقيته، فلازم اجيبه من موقع، والموقع اني ما ضامنت انه اطيب الكارت والكارت راح يرجع لي مثل ما هو. ما يعني اكو ناس هواي نصبه. anyway، فإن شاء الله أحاول إنه أراسل إذا عندي صديقات مثلا بأمريكا يقدرون يجيبوا لي. راح يعني لازم أجيب عود بيب. أوكي، هسه تشيل بيب راح أكتب لكم بأول تعليق أسماء العطور اليوم حكيت عليها. أوكي، يعني هو بصراحة يعني ما واضحة كل شي الكتابة. تشيل بيب، خلينا نحكي على نوتات العطرية. هذا العطر فاكهي حلو منعش،
مسك، حمضيات. طبعا هاي نوتات العطرية تجيكم الهرمية من القمة إلى القاعدة. حمضيات، بعدين يكون ناعم، مائي، عنبر، باتشولي. إصدار عام 2019. هذا العطر خلي أجربه وياكم، ولو يعني هذه بيب دريمز كلش قوي طاغي يعني. لا لا لا، هذا يختلف. شوفوا هذا الأحبة بهذه العطور مسكايدد إنه شلون تسوي اختلاف شلون هذا سوت هذا الاختلاف ما أعرف نهائيا. ماكو ولا نقطة تشابه بين العطور، أبد ماكو نقطة تشابه صدقوني. تشيل بيب ما أقدر أميزه. طبعا هو يحتوي يعني مقدمة العطر على القطر، الكمثرى، توت العليق والحمضيات. قلب العطر يتكون من زهور بخور مريم، الياسمين والورد. قاعدة العطر عادية اللي هي مسك، باتشولي والعنبر الكريستالي. اوكي، هذا يختلف. طيب ريحته دا ينطيني على اكو ورد، اكو هيجي ينطيني على ورد على راسقي، دا تروح الريحة مالت الراسقي دا يصير ورد، بعدين دا يرجع على راسقي، يعني فد عطر محير جدا. يحتوي على القطر، اكو بشوية قطر، القطر اللي يصير بماء الزهر مو ماء الورد، يعني مي القداح، نفس عطر القطر تقريبا. القطر اللي هي احنا نسميه بالعراقيين يعني الشيرة، هاي تنحط على الحلويات اللي هي ماء وسكر وشوية حامض، فهاي حاطين عليها شوية ماء الورد، سوري مو ماء الورد، لا، ماء يعني ماء الزهر اللي هي زهرة البرتقال. رهيب. بس الريحة مالته دا تروح وتجي على قطر وورد، ما دا تتغير نهائيا عندي. خلينا ننتظر بعدين أشوف. هاي أول مرة طبعا أجربه وياكم، وراح أشوفكم بالنهاية العلبة شلون تصير. أوكي زين، العلبة قبل ما نفتحها وكلها من برا شلون تصير. زين، هسه هذا العطر أكو آراء للناس. الآراء الأكثرية اللي هي خلينا نقول 1,000,000% تقول الثبات مال هذا العطر متوسط، الفوحان متوسط، يعني يعتبر كل زين. نسائي 1,000,000%. سعر جدا جدا جيد جدا بالنسبة للإداء كل زين، يعني إداء راقي وحلو. بس لا زالت البيب دريمز أقوى بين هاي العطرين. هذا غريب وهذا غريب، بس هذا أقوى، وهذا أعتقد هذا أنا بالنسبة إلي حبيته أكثر. أوكي، هسه نحكي عن العطر الثالث اللي هو بيب فايبز. بيب فايبز يقولون هو نفسه البيب بوس بيب. أوكي، نفسه بيبي بوس أو بوس بيب، ما أعرف، anyway ما أتذكر كلش. هذا العطر راح نحكي عليه هسه. طبعا هاي بالبداية أنتوا أول ما تشرون العطر يكون هيك مثل سدادة، هيك تصير شكلها. أوكي، هذه هيك مسدودة. زين، وإن شاء الله الثانية هسه أشوفكم إياها. بيب فايبز. هذا العطر حسب التسلسل الهرمي مالته عنبري زهري. طبعا هو إصدار 2018. يحتوي على الفستق، مقدمة العطر هي الفستق والبرغموت والخوخ والبنفسج. أوكي، وأيضا يحتوي على شلون أقول لكم إياها، هي شايفين هذا الخوخ اللي يصير هيك شوية طوال ويصير لونه بنفسجي، ومو خوخ، هو يشبه ممكن برقوق أو فتشي هيك لونه بنفسجي يصير. إن شاء الله أشوفكم إياه على الحلقة الجاية، لأن هي هاي فاكهة صيفية جدا يعني جميلة. فهو هذا الخوخ البنفسجي أنا أسميه، هو برقوق. طبعا هذا قلب العطر مالته حليب اللوز، واو، برتقال، ورد، ماغنوليا، ورد وماغنوليا يعني زهرة الماغنوليا. قاعدة العطر هي تتكون من التونكا، الفانيلا والعنبر والباتشولي، خشب الأرز، خشب الصندل والمسك. هذا العطر طبعا أني أي عطر
يحتوي على التونكا. زين، أعتبره من العطور اللي ترهم للجنسين الرجالي والنسائي. هاي طبعا هاي مال جنسية رجالي ونسائي أنا مقتنعة بيها، بس مرات يعني أحيانا يعني أحيانا أكو نسوان يحبون العطور الرجالية، فإذا أنا أسوي عطر أسوي يعني مكوناته النوتات العطرية بين رجالي ونسائي، أستعمل تونكا وأستعمل ورد بنسبة يعني معينة بنسبة معينة، راح يمكن أجيب هذا العطر. إذا أكو مثلا حتى مرات يراسلون يقولوا لي أني أحب الرياجيل، يقولون أني أعجبني عطر النسائي، أكو عطور نسائية تعجبنا، يعني ما أعرف شلون، بس يعني كل واحد وذوقه شكل، هي يعني تتبع الذوق بالنهاية. راح أجرب بيب فايبس، طبعا كلش قويين العطرين. واو، لا لا لا، هذا مو بوس بيب أبدا، مو بوس بيب هذا، لا لا، يختلف تماما. واو، صدق فستق. هذا الفستق الحلبي لما تخلون بالحلويات، وبعدين لا تفهموني غلط، لما أقول حلويات هذا مو سويت، هذا عطر مو حلو، ثلاثتهم مو حلوين. حتى لما أقول قطر، القطر لمحة الشجر، يعني لمحة الشكر بيها، زين، لمحة بسيطة، الطاغي هو الورد. واو، هالشنو هذا، هالشنو، يعني هسه هم الثلاثة، شلون أقول لكم، واحد ما يشبه الثاني، واحد ما بي لمحة نهائيا من الثاني، مع العلم أني خليت يعني خلطت تقريبا يعني حاولت إنه أخلي بأماكن متفرقة من إيدي، بس أبدا ما اختلطوا، كل واحد شكل، كل واحد أكو بيه تميز شكل، كلها على ورد. حاليا أني كلها دا أشتم ورد، بس ورد أنا أعرف هو ورد، بس الورد ريحته ما شامتها قبل أو ما شامتها هواية. عطور يعني ورود قد تكون نادرة، يمكن أنا هواية مدحت بهذا العطر، بس أنا كلش عاجبني سعره لأنه بمتناول الجميع، عاجبني أنه غريب ما يشبه بقية العطور، وعاجبني أنه ثباته حلو جدا يعني ممتاز. وعاجبني شغلة يعني أقولكم عليها، مثلا أكو عطور حتى لو تخلوها بمكان مغلق ويعني ما بي رطوبة ومكان مظلم، ما تعرضوا لا للشمس ولا للحرارة ولا الرطوبة، العطر أنا بالنسبة لي المفروض يبقى 10 سنوات، لأنه ليش راح حتى لو يعني تروح من عنده مقدمة العطر، تبقى قلب العطر وقاعدة العطر موجودة، حتى لو تروح المقدمة that's fine، يعني هي أصلا ما راح تستمر أكثر من 5 أو 15 دقيقة، بس تحضرنا للعطر اللي قلب العطر وقاعدة العطر اللي هي أكثر ثباتا من البقية، هو راح يبقى هذا على الجلد ما يروح إلى أن تغسلون أو شيء، يعني هيك شيء. فأنا عاجبني بهذا العطر إنه صار له يعني هذا تقريبا صار له يمكن صار له تقريبا 3 سنين هيجي، بس أبد ما تغيرت ريحته. يعني إجيتها أول ما فتحته يمكن رشيت رشة أو عدها شو اسمه أم المحل، رشيت رشة دا أجربه بس للتجربة، بس هذا العطر أنا هسه فتحته طبعا وياكم ما فاتحته، نفسه نهائيا ما تغير عطره. واو، حتى هذا عندي أني ما تغير عطره، هسه عندي هذا جديد غيره، لأنه بصراحة أريد أوديه هدية صديقتي، عندي صديقتي هياته بيب دريمز، أوكي، هذا نفسه هيك يجي مالت شو اسمه العلبة هياتها، هذا بيب دريمز بعده ببركته. هذا صار له فترة كلش طويلة عندي، أكيد من سنة 2018 يعني فور شور. حتى سويت لكم عنه، يعني خلي أرجع الفيديوهات القديمة، سويت لكم عنه فيديو حكيت عنه أعتقد. هذا ما تغيرت أبدا، ريحته بعده نفس الثبات نفس القوة. أكو عطور مو إنه يروح من عندها بداية العطر مقدمة العطر، لا، أكو عطور تتغير يعني تصير شوية معتقة، ما تصير تعجبني مثل قبل. عطور والله نادرة كلش، يعني مو نادرة، موجودة هي وسعرها، بس إنه سووها بطريقة نادرة.
يمكن إذا يبدلون هذا، يبدلون الباكجينج مالته، يمكن يحصلون فد شي أكثر مبيعاً. بس أنا بالنسبة إلي ما راح أبطل أبداً دعاية على هذا العطر. أنا طبعاً دعاية مدفوعة نهائياً، بس أنا يعني أريد أكسب محبتكم، دعمكم إلي بالقناة. حكينا عن العطور الثلاثة اللي تجنن. راح المرة الجاية راح أحكي لكم على مسجايدد اللي هو بيب هيت. هذا أنا ما فاتحته، ولأنه ما أريد أطول عليكم هواية الفيديو، وراح أحكي لكم عن البيب نايت. أوكي، أعتقد عندنا وقت إنه أحكي لكم عن البيب نايت. خلي أفتح قدامكم. هي طبعا هيك يجي هذا الفوق ما بي شو اسمه باكجينج، ما بي نايلون. النايلون هنا أنا يجي جوه، فأنتوا تفرغون بهاي الطريقة. طبعا عندي بيب باور همينة. بيب باور حاكي عنه قبل، بس همين راح أحكي عنه بالمرة الجاية. هيك يجي بيب نايت، كلهم يجون هيك. هذا الباكجينج مالته زين. هذا كله راح نوخر من عنده. طبعا أنا قاعدة على أعصابي لأنه طلع عندي بالغرفة يسموه ريد باك. ريد باك اللي هو ريد باك سبايدر. هذا قاتل، يعني ماكو ساعتين الواحد يعني يموت رأسا. هنا مستشفيات اعتبرها فاشلة بالإسعاف الفوري، لأنه يخلون الواحد إلى أن يموت، يعني أو يموت قبل شوية ما يموت، أو يعني ينقذوه. شلون أقول لكم؟ ما أعرف شلون أقول لكم. بس أنا مرة رحت للمستشفى وشفت واحد قدامي مفتوحة عينه، يعني من فوق هذا الجبين مفتوح، بحيث أنا ما دا أشوف شنو البيل. يعني هو عبارة عن نزيف من راسه إلى رجليه، دا ينزف بس دا ينزف من راسه. فقعدت هاي الممرضة من ورا الشباك دا تسأل عن المعلومات الشخصية، وخطية هو يعني ماكو أي مساعدة. يعني بعدين راح أحكيكم عن هذا الموضوع. فقاعدة على أعصابي، بس أريد أكمل هذه الحلقة الفيديو على مود. وهذا هم مغلف هنا، من تفتحوها مغلف في طريقة. بس أكمل على مود أحكي لكم، أو أسوي يعني أرش الغرفة. عندنا إحنا فد سبراي خاص إنه نرش بيه الغرف. أوكي، هذا بيب نايت. طبعا صديقتي بنتها كلش تحب هذا العطر. تقول يشبه العطور الخليجية، وشوية صاير على ما أعرف، صاير على العود، يعني تقريبا عود. فهسه راح أشوف. طبعا هذا كله ديل مع ستراس، بس من مبين كلش حلو الباكجينج مالته. واو، راح أعطس. إذا تسمحوا لي يمكن راح أعطس بعد شوية. سوري على الصفنة، بس خليني أرش بعدين. هو هذولاك حيل قويين، ما دا أقدر يعني. واو، نهائيا ما له أي علاقة بالعود، ولا له علاقة بالعطور الشرقية نهائيا. لا ما له علاقة. يمكن الطبعة تغيرت أو غيروا العطر، بس لا ما له علاقة. ما أعتقد هو هذا نفسه. بالضبط نفس راح أقول لكم هسه عليه. مقدمة العطر، يعني القاعدة الهرمية، يعني نوتات العطرية الهرمية. أول شي زهور بيضاء، حمضيات، فانيلا، حلو خشبي، باتشولي، مسك، توابل ناعمة، تابلي دافئ. كلش طيبة ريحته، رهيب. عطر شبه نسائي، إصدار 2019. يعني مالته المقدمة. هذا العطر هو برتقال، ليمون، تفاح أخضر. بالضبط تفاح أخضر هو دا أشمه. هذا قلب العطر برتقال، فلفل وردي وياسمين. قاعدة العطر عادية، هي الباتشولي ومسك وخشب الأرز عادي.
طبعا انتوا راح تقولون هو قاعدة العطر دائما تكرر عندنا انه باتشولي مسك وخشب الارز او خشب الصندل، او مثلا ينضاف لها فد شي ثاني. صح، هي تتشابه القاعدة بس ما راح يتشابه العطر، مستحيل راح يشابه العطر، لأنه حتى لو يقولوا لكم هي القاعدة هيجي ما راح يقولوا لكم بالضبط، يذكروا لكم الأشياء اللي هم فعلا حاطيها. هو هذا السر، هذا السر يحتفظون به المصممين بالنسبة للقاعدة. كمقدمة عطر، كقلب عطر، ممكن إنه يعني ممكن إنه عادي، يعني ما يكون سر، بس أنا عندي أهم شيء اللي راح يستقر عليه العطر. ما معقولة كل العطور أو أغلب العطور هي باتشولي مسك أو خشب الصندل كلهم سوا، وراح تلاحظون إنه يعني إنه المفروض يعني المفروض كلها تتشابه إذا هيك، بس هاي لا ما تتشابه، نسب معينة وضايفين لها شغلات ما راح يقول لكم عنيها أكيد. عنيها منو؟ عندي دقيقة، عندي إحساس إنه هذا العطر يشبه، يعني بيه شوية شبه من البقية العطور. حبيته لو لا، أحبه إذا هو فقط عندي ما عندي البقية، بس أني هذا نمبر 1 بالنسبة إلي بصراحة، وراح يبقى نمبر 1 دائما دائما. هذا بايب دريمز بسبب غرابة العطر، بسبب فوحانه، بسبب ثباته، هو هذا راح يبقى عندي. وأهم شيء إنه غرابته ما شامه هيك عطر نهائيا، أبد ما شامه، ما يشبه أي عطر آخر. هذا بالنسبة لي نمبر 1 اللي يربح أكيد. هذا نمبر 2، لا هذا نمبر 2 البيب فايبز كلش طيبة ريحته. هذا نمبر 3، وهذا آخر واحد البيب نايت اللي هو نمبر 4 بالتسلسل من الأفضل إلى يعني من الأفضل بعدين يجيك الجيد. زين، خليني بعد، المشكلة العطور قوية. واو، همينة غريب ومنعش، بس مو بقوة العطور البقية. اكو غرابة وانتعاش يعني بنفس الوقت، بس مو بغرابة العطور البقية. راح اشوفكم شي. هذا اليوم اشتريته من محل عراقي. I love you. هاي كل متابعيني، احبكم كلش هواية واحسكم هواية قريبين عني. يعني هذه نعمة السوشيال ميديا الحلوة، انه تخلي الناس يعني يحجون، يقولون أشياء حلوة. طبعا أكو ناس تقول أشياء مو حلوة، هاي أمسحها رأسا، مو على مود أني أتأثر بها، لا ما أدير بال، بس أحب اللي يدخل على الفيديو يقرأ التعليقات يكون مرتاح نفسيا ما يضوج، فحتى ما أضوجكم أو يصير حرب بيناتكم. ومرة صارت يعني إنه ما كنت أعرف شلون أمسح التعليق، فأجاني تعليق سلبي ما جاوبت، فأجتشي وحدة تدافع عني، الثاني هذا أبو التعليق السلبي قام يغلط عليها، إلى أن رحت على اليوتيوب تعلمت شلون امسح التعليقات، مسحت التعليقين. فاني ما احب اسوي حرب وجيوش يعني ومشاكل بين يعني بالتعليقات، فلذلك الاشياء السلبية امسحها. احبكم كلش هواية، ان شاء الله تكونون كلش يعني راضين عن هذا الفيديو. سوري طولت عليكم، سولفت هواية، مشتاقات لكم كلش هواية، وان شاء الله اسمع تعليقاتكم الحلوة. انتظروني إن شاء الله فيديو الجاي راح أحكي عن بيب هيت، وراح أحكي عن بيبي باودر، لا مو باودر، هو يشبه الباودر بصراحة باور بيب باور. وراح أحكي عن بيب هيت، لأنه بيب هيت ما حاكي عنه أبدا قبل، وأنا متأكدة راح يكون فد شي مختلف، أنا مجربته لحد هسه. وراح أختار وياه عطر أكثر فوحان بالعالم، بعد طبعا شانيل، بعد يعني بعد شانيل وهاي العطور الغالية، بعد شانيل هذا يجي نمبر 2 أو نمبر 3، هذا راح يجي إنه أكثر واحد بفوحان. هذا راح أترككم لكم إياه مفاجأة للفيديو الجاي. لايك شير سبسكرايب إذا حبيتوا الفيديو، كل ما تسوون شير أكثر، لايك أكثر، سبسكرايب، أنا راح أتشجع وأنزل بعد فيديوهات. أحبكم هواية، مع السلامة.